حبايبي عاملين ايه؟ كانوا انتوا طيبين؟ رمضان كريم عليكم. النهارده بقى اصور لكم الاوضه بتاعت رمضان وجولة فيها حلوه قوي. متنسوش تحطوا لايك والاشتراك وفعل الجرس ولايكات كتير كومنتات اكتر. يلا بينا نعمل جولة في الاوضه. ده المكتب بتاعي في أول الأوضة. ده المكتب بتاعي اللي في أول الأوضة، وده بوجي ودي طمطم وده علبة المناديل وده الفانوس وده الفانوس الكبير وده القرآن ودي اللي بنحط فيها الأقلام والحاجة والبرواز فوق. وهنا حتى عندي في الأرض بوجي وطمطم وبسنت وحاطة الترابيزة دي، وحاطة بقى الملاية الجديدة وحاطة الملاية الجديدة برضه، وحاطة المخدات الجديد ايه رأيكم في الزينة اللي انا حطاها فوق؟ ايه رأيكم في الزينة فوق علقها بنفسي كده بتبقى زي السلايم كده تحطها مكان الزينة ده جالسن ودي تسريحة فيها برفانات ودي فيها توك ودي فيها توك برضه ودي فرشة بتاعتنا ودي فرشتي وده استشوار اللعبة ودي مراية ودي بتنور على شكل المكان. وهنا الحاجات دي كلها وهنا راس العروسة دي والفروزن دي، وهنا اللي عليه ورد ده والتاج ده، وهنا اللبس بتاع الخروج، وهنا لبس البيت، وهنا اللبس الباقي اللي هو بتاع البيت، وهنا الكوشنات اللي هي باربي، وهنا الاكسسوارات اللي هي شنطة الاكسسوارات بتاعت اللي هي سلسلة قماشة وخاتم كده، وهنا كاشير اللعبة، وهنا عاملة زي الشاي. ايه رأيكم في اللمض اللي هي ملونة دي؟ وهنا الشنط بتاعتنا، وهنا اللبس بتاع البيت، وهنا حاجات اللي بنطلع وننشفها لما بننشف نفسنا. بصوا على الستاند الرصيد ده هدوم الخروج، وهنا الشنطة بتاعت الخروج، وهنا الجواكت ده بتاعتنا ده بتاعي ودي وهنا الكوتشات مترصة، ده كوتشي كده ودي كوتشاتي كلها. ودي بقى فرشت السجادة دي كلها بقى عشان تبقى بنتيات وبنت الدين. وهنا السجادة بقى. رأيكم في الفيديو بتاعي في الغرفة بتاعتي أنا وجوزي؟ أتمنى يكون الفيديو عجب. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تكتبولي كومنت ولايكات كتيرة، هتوحشوني قوي. يلا بينا نعمل جولة في المطبخ. بصوا حبايبي بقى، ده المطبخ عندي. بصوا ده شكله الى حد ما يعني لميته وما خليتش ديكورات كتير خالص من اللي هي الحاجات الخياميه، خليتها رقيقه وبسيطه على قد ما اقدر. اهو ده شكل المطبخ. بصوا اهو. ايه السفره عندي هنا خليتها كلها بيضه، ما عملتش فيها اي حاجه، حطيت بس المشمع اللي هو الشفاف علشان يحمي عندي السفره، وحطيت عندي الديكورات الحلوه دي، وهي عندي الهلال والنجمه دول اهي اللي هي الجولد، وعندي الورمه دي حلوه جدا اللي هي جذع الخشب، حلوه قوي قوي قوي، ودي كمان بتاعت شمع. وهنا عندي العياشه،
وعندي هنا دول حاطه فيهم البلانشات اللي هي الحاجات بتاعه البيتزا والازازتين الزيت، ومن فوق حطيت الهلال والنجمه والفانوس الخشب، وهنا عندي حطيت علبه الرز والفوط المطبخ، وعندي هنا دي الفوطه الجديده اللي جبناها مع بعض اللي هي المكرميه اهي حلو قوي. ودي الكوستر حطيته في الحيطه مع الزرع كده نازل من فوق مع كفر القاروره اللي هو الاسلامي، خامته على قطيفه زي مفرش السفره عندي برضو خامته على قطيفه. وعندي هنا بتاعه البصل والثوم، وعندي هنا بقى حبايبي بتاعه البصل والثوم زي ما انتم شايفين كده. الجزء بقى اللي هو الناحيه التانية دي عندي التلاجة، خليت حاجات بسيطه جدا جدا على التلاجة. وهنا عندي الجوانتي. اول الرخامه عندي بصوا، انا اول حاجه انتوا ما تعرفوش ان انا زودت الرخامه عندي، انا مكولكم النور. كملت الرخامه عندي، الرخامه كانت لحد هنا، كانت لحد الباب ده اهو، كملتها عندي وتحتها فيها انبوبه وحطيت قصريه الزرع، فالرخامه كبرت عندي ما شاء الله. كانت صغيره جدا. حاطه الستاند الخشب ده وعليه السحلب والسكر، ومن تحت حاطه الحبهان وورق الرورة والقرفة، والاباجوره دي هي بتنور بصوا شكلها حلو جدا. وورقه المناديل برضو عندي خشب، والستاند ده حاطه فيه الكاتشب واللي هو الوايت صوص والحاجات دي يعني، والزرعه بتاعت ايكيا اهو. وده زي ستاند كده حاطه فيه السبيتشولات بتاعتي كلها. وهنا البوتاجاز، والوحده دي بقى هي دي الرخامه اللي هي في الوش، حاطه عليها بتاعه التوابل، الحاجات اللي هي التوابل اليوميه اللي انا بستخدمها اللي بعوزها على طول وانا بطبخ. والكاندي دي جديده برضو لسه ان شاء الله احط فيها حاجه رمضان والبلح واليميش والحاجات دي كلها. وعندي الصواني دي هي صينيتين، الصينيه اللي هي الشكل ده والصينيه التانية اللي هي بوجي وطمطم، بعوزهم في رمضان بحط فيهم بقى الفاكهه وكده او العيش ايا كان يعني. والستاند ده حاطه فيه المعالق بتاعتي اللي هي الجولد، وازازه الزيت لسه عامله الزيت بقى فيها وكده. والرف ده الرف ايه هو مش عارفه بيقول عليه بصراحه، اللي هو المنظم بتاع الصابون اهو، حاطه فيه اللي هو بتاع ايكيا يعني. والزرعه دي والفرشه برضو بتاعه ايكيا اللي هي بتاعه الحوض اهي. ودي جبتها جديده اللي هي الحنفيه دي اهي، عمليه وجميله جدا جدا بستخدمها. وحاطه عندي هنا الزرعه وباسكت الزباله والستاره حاطه عليها اضاءه بسيطه جدا جدا. وده شكل المطبخ يا حبايبي اهو. والمطبخ عندي هنا بصوا الفرع النور ده هديلكوا الاضاءه اهو، بصوا فرع الاضاءه ده جميل جدا في اول المطبخ عندي. وهنا عندي الريسبشن قفلت خلاص. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، واتمنى يكون المطبخ عجبكم واوضه كنزي عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لي اللايك وكومنت حلو والاشتراك وتفعيل الجرس، وهتوحشوني جدا جدا. ويلا باي باي.